كان عضو البرلمان مصطفى شيخ علي دهولو قياديا في السياسة الصومالية لأكثر من 20 عاما كعضو في البرلمان ووزير قاد عدة وزارات، وهو مسؤول ذو نفوذ وسمعة طيبة في أوساط الشعب الصومالي ويحبونه كثيرا. تم تعيينه مؤخرا مديرا عاما لوكالة الهجرة والجنسية الصومالية. وقد تم اختيار السيد مصطفى ذكسولو لأنه شخص قدير ولديه فهم كبير لعمل الوكالة التي تعتبر مهمة للأمن القومي الصومالي، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى الكثيرة التي تؤديها الوكالة. وقد حظي بالفعل بإشادة من مختلف قطاعات المجتمع، حيث أقيمت فعالية للترحيب بالمدير العام لوكالة الهجرة والمواطنة السيد مصطفى دهولو في مقديشو والمنطقة الصومالية. وأقام وزراء ونواب برلمانيون وسياسيون وشيوخ تقليديون وشباب ونساء حفل ترحيب في مقديشو. وشكر رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور حسن شيخ محمود تعيين السيد مصطفى دهسولو قائلا إنه سيضيف أشياء كثيرة إلى هي لدا. وقد وعد المدير العام لوكالة الهجرة والجنسية السيد مصطفى دهسولو بأنه سيبذل الكثير من الجهد والجهد لتحسين الخدمات المختلفة التي تقدمها الوكالة للمجتمع، حيث بدأ بالفعل في المراقبة والاستشارات.